السلام عليكم. أهلا أهلا، يلا حيهم. قرأت قصة في أحد الكتب إنه قصة جدا جميلة، فحبيت إني أنقل لكم بطريقتي، بطريقة سهلة وسلسة وتستفيدون من القصة. طبعا هي قصة واقعية مي بخيالية، وسبحان الله تعلمنا أشياء كثيرة. خلنا نبدأ بقصتنا. قبل سنوات كثيرة في عجوز كان يقود عربته، اللي طبعا يجره جواده، وفي إحدى المدن ربط الجواد ونزل ودخل لما الصيدلية مع الباب الخلفي، وبدأ يعني يسولف مع الموظف في الصيدلية. وكانت مهمة العجوز إنه يعني يساعد الناس يجمعون ثروات كثيرة. وسبحان الله قدر لها المساومة إنه يسدي الجنوب، يعني فائدة ما حصل عليه منذ الحرب الأهلية، يعني من سنوات كثيرة جدا تعتبر. وطولوا وأكثر من ساعة وهو يحاول يقنعه، وقاعد يسولف مع الطبيب أو مع الصيدلاني بصوت واطي. الحين من اللي قاعدين يسولفون اللي هو الطبيب والصيدلاني. من الطبيب اللي هو العجوز، يعني الحين احنا عندنا العجوز والصيدلاني. العجوز هو نفسه الطبيب. طيب، وطولوا وهو أهم شيء في الأخير أقنعه، وطلع من الصيدلية يعني، وراح لما عربته وجاب الغلاية القديمة وعتيقة، طبعا ما هي بهاي أبد، ومجداف خشبي كبير عشان يقدر يحرك به المحتويات اللي إذا حطوا بالغلاية. وحطهم في آخر المتجر. قام الموظف اللي هو الصيدلاني يتفحص الغلاية والمجداف الخشبي وذا. بعدين قام يفتش جيبه وطلع منه 500 دولار وعطاه للطبيب. طبعا الطبيب يوم عطاه 500 عطاه ورقة صغيرة مكتوب فيه مكونات سرية. المكونات السرية هذه هي نفسها إذا حطها يعني جوا لا إله إلا الله بالغلاية تبدأ يعني تشتغل، أو يعني خلاص تبدأ تشتغل وهو يقدر ينتج مشروب خاص فيه. طبعا الصيدلاني قام حط المكونات اللي هو مكتوب بالورقة، وأضاف له مكون خاص سري بالصيدلاني نفسه. يعني حط المكونات اللي مكتوب بالورقة زائد مكون ثاني وهو يعني من نفسه حطه فيه، يعني طلع عنده الآن مكون سري. وقام حطوه بالغلاية وقام حركهم وطلع عنده مشروب. هو الآن اخترع له مشروب خاص فيه عشان يقدر يبيعه ويكسب منه. سبحان الله العجوز اللي هو الطبيب جدا سعيد إنه قدر يقنع الصيدلاني ويبيع الغلاية. ليه؟ لأنه هو عليه ديون وده يقضي الديون المساكين. والصيدلاني خاطر طبعا بحياته. ليه؟ لأن كل اللي معه هال500 وجادف، يا إما تصيب يا إما تخيب، يعني إلى يعني يا إما إنه يكون جدا جدا كسبان من هالغلاية، أو إنه يعني يمكن يوصل للهلاك، لأنه بس هذا اللي عنده. بس قبل هالصفقة ويلا أشرى منه وسوى المكونات المكتوبة على بالورقة وأضاف له شيء خاص فيه. وفي الأخير طلع عنده مشروب. طبعا وش هو هالمشروب؟ اللي هي الكوكاكولا. نعم، يعني سبحان الله المشروب هذا من ذاك اليوم، يعني من قرون كثيرة إلى اليوم وهو سوقه ماشي. إلى الآن هم يحاولون إنهم يغيرون شكل العلبة، يغيرون من ممكن يضيفون نكهة معينة، ممكن يعني ياخذون بعض الأشياء. يعني أهم شيء إنه إلى الآن سوقه ماشي، إلى الآن نجاحه مستمر، إلى الآن قصته منتشرة. يعني سبحان الله، يعني أحيانا الواحد، أنا ما أقول لكم أنتوا جازفوا ويعني خلاص خلوا الحياة تمشي على البركة وأهم شيء لا، يعني الواحد يستخير. إحنا كمسلمين أكيد واحد يستخير ويعني يفكر هل يعني إذا فرصة النجاح فيه كثيرة خلاص يحاول، وإن شاء الله إنه مو بخسران. ودائما لا تحاولون إنكم، يعني إحنا في زماننا الآن يختلف عن قبل 5 6 7 قرون. يعني حاولوا إنكم تفكرون أكثر. الحين إحنا صرنا واعيين وصرنا نعرف وش يعني يصلح وش ما يصلح، فالواحد يفكر أكثر. المهم هالعجوز أو هالطبيب ما كان يدري إن هالغلاية نفسها تبي تفك أزمته. لو هو سبحان الله فكر، لو ربي أراد له خلينا نقول، بس الله سبحان الله أراد الصيدلاني هو اللي يكسب، وهو اللي يعني يلهمه هالفكرة. وسبحان الله كسب بدل 500 يعني مليارات. والواحد لازم يكون مقتنع
ولازم يصير يعرف إنه إذا الله أراد له الخير بيجيه، لو إن شاء الله هو بقارة والخير اللي الله أراد له بقارة ثانية، إذا الله أراد لك ترى بيجيك رزقك، ما في أحد بيمنعك. أحداث القصة أطول بكثير جدا، بس أنا حاولت إني أختصرها جدا لكم، يمكن في 5 دقايق بعد. واللي ودي يعني اللي لفت إنه في فترة مرت العالم بركود اقتصادي كبير وعظيم، فيه اللي سكروا محلاتهم، وفيه اللي أعلنوا إفلاسهم، وفيه إلا سبحان الله هالمشروب استمر، ومو بس استمر، يعني في عز هالركود وصل لنجاح جدا باهر. يعني وصل صيته في كان جيوش في ذيك الفترة، وكان في حروب، وكان في مدروش، كل الناس يشترون منه رغم انه في مصيبة بالعالم، الا انه ما شاء الله سوق كان ماشي. يعني سبحان الله، إذا الله كتب الله سبحانه كتب له خير فخيره موجود. يعني إذا الله كتب لك إنه بيجيك شيء بيجيك، حتى لو كل المعطيات يعني توحي بالعكس، لا راح يجيك. أهم شيء إحنا لازم نثق بالله سبحانه وتعالى. طبعا الآلة هذه اللي استخدمت في أول ما بدأوا المشروع أكيد يختلف تماما عن الآلة الحديثة اللي يستخدمونه الآن في صناعة المشروب. يعني هذه الآلة تعتبر من أكثر الصناعات استهلاكا للسكر، وخلق فرص عمل لكثير ناس، سواء اللي يزرعون في قصب السكر، أو اللي ينتجون مثلا، أو اللي يشتغلون في مجال تكرير السكر أو تسويقه. وبعد جنت ثروات كثيرة للناس اللي الرسامين خاصة، لأنهم دائما يحاولون يبتكرون يعني علب جديدة ويعني فخمة تعتبر للمشروب نفسه، عشان يعني برضو من طرق التسويق إنه عشان الناس يجذبهم إنهم يغيرون دائما، سواء في شكله سواء في المكونات، يضيفون شيء يعني يغيرون شيء ومن هالقبيل. يعني إحنا ما نتكلم عن المشروب هذا إذا هو مضر أو لا، أكيد يعني له أضراره بما إنه من أكثر الآلات استهلاكا للسكر. بس أنت يعني مفكر أو يعني كذا إنك تبي تبدع فكرة جديدة، فكر أنت كيف تجذب عملائك أو كذا. ترى لا تستهونون بأفكاركم، هو بدأ مشروعه فكرة وش فكرته؟ إنه أضاف مكون سري للمكونات اللي أعطاه لي إياها الطبيب. إذا أنت تقدر تضيف شيء ويعني تتوقع إنه بيميزك أو إنه يجيب لك نجاح كويس أو باهر، أكيد يعني لا تستهنون بأفكاركم. فكر وجرب وحاول، ما أنت بخسران. أنا ما أقول جازفوا بكل رأس مالكم وسووا كذا يصيب يا تخيب، يمكن تخيب وبعدين وش بيصير فيك؟ لا، يعني أكيد إحنا الآن وصلنا لزمان الواحد يقدر يعني يفكر بأكثر من طريقة، يشوف أهم شيء إنه إذا هو يعني تقدر تستفيد منه أكثر من إنك تخسر، لا جرب، لأن يمكن تنجح ما تدري. وبس هذا اللي ودي أوصله لكم، إنكم لا تستهينون بأفكاركم، يمكن فكرة واحدة تغير حياتك كلها. هذه كانت قصتنا لهاليوم، إن شاء الله استفدتم واستمتعتم واستفدتم. نشوفكم في قصة جديدة بإذن الله، في أمان الله.